السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة في حلقتنا هنحلل الجولة الخامسة من الدوري المصري بخسارة القطبين الزمالك والأهلي. خسارة الزمالك 2-1 وخسارة الأهلي 2-0. هنبدأ بأول ماتش الأهلي وبيراميدز بخسارته اللي بالنسبة لي الصراحة مش متوقعة. أنا قلت أهلي هيجز وهيجي في الماتشات الكبيرة وهيكسب. هنشوف رأي كابتن طارق في المطوشة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبايب المشاهدين في كل مكان في الوطن العربي وفي مصر في كل حتة. طبعا هو ما قدمنيش كابتن مدام، ما قدمنيش، أنا بقدم. لا انت رأي حضرتك يا كابتن. ايه رأيك بس في الماتش؟ والله بص كابتن، على الماتش من تلفزيون. الأول أنا قلت 50-50 النادي الأهلي. كل المحللين والإعلاميين وكل خبراء الكورة قالوا إن الأهلي هيكسب. حصل. أنا كان ليا رأي آخر، قلت إيه هو؟ لا، الماتش 50-50. 50-50. الاهلي بالسكواد بتاعه الخطير الممتاز اللي بالمليارات، التقيل كين. فريق تقيل واللعيبه تقيله قوي 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 في النادي الاهلي السنه دي. صحيح. كان كله قال الماتش الاهلي هيكسب، لا انا قلت لا مش هيكسب، بس انا الصراحة قلت الماتش 50-50. عندي رسالة للكابتن محمود الخطيب. انت دلوقتي الاهلي جاب، اسمح لي بقى اقول الاهلي ليه جاب بن شرقي وانت كان عندك شحات وترجع عبد القادر وطاهر؟ جبته ليه؟ معرفش يا عم جبته. طب جبت ليه تريزيجيه؟ ما انت جبت بن شرقي وي يا عم جبت ليه زيزو؟ هتقول لي فري، تمام. جبت ليه محمد شريف؟ وما تقوليش مكان وسام ابو علي، فرق كبير قوي. انت كل الصفقات دي جايبها عشان الزمالك ما ياخدش محمد شريف، ما يحاولش مع بن شرقي، وتفضل تشغل دماغ زيزو اللي هو يروح للاهلي بمبالغ عاليه جدا. هل دي منافسه؟ هل دي يعني كابتن ده كتف الزمالك، انا بقول كده. ده كتف الزمالك. هم عايزين كده. الزمالك يبقى متحطم. ايوه. طب الزمالك بص، ما تلوش في الاخر ما يومش هما للزمالك. في الاخر يا الاهلي كابتن سيبني بقى اتكلم كوره بقى، انت مش قلت الكلام؟ ثواني، سيبني بقى ثواني اتكلم بقى. كوره بقى. ايوه يعني دلوقتي مين التوب؟ الزمالك. من الاهلي مركز الكام؟ 13. طب ليه انت استفدت ايه؟ طب ليه انا كاحترافيه يعني رئيس احترافي اجيب اللعيبه اللي هي كواليتي عالي جدا اللي انا عايزها في المراكز اللي انا محتاج؟ يعني انت محتاج واحد في قلب دفاع، محتاج باك يمين، محتاج باك شمال، فينهم؟ لا، انا اجيب اللي الزمالك ما يجيبوش. الزمالك راح شبه رضا سليم لو تفتكروا، لما ميدو قال احنا هنجيب صفقه جامده قوي وليه ريحه من بن شرقي، راح الزمالك الاهلي راح وخلص في رضا سليم. وفينه دلوقتي رضا سليم؟ واحمد، لا اللي كان فيه برضو لعيب تونسي وسط مش فاكر اسمه بس برضو كان نفس الكلام. يا عم مش شايف الصراحه اي احترافيه من الخطيب. والمشكله اللي جمهور الاهلي ما بيقدرش يقول حاجه على الخطيب، ما بيقدرش لا يعاتبه. كابتن، لا الماتش الاخراني ده نادى بيه بتاع بيراميدز. الماتش الوحيد اللي هم لا، خلاص نادى. مركز 13. لا، انت نادى، مستني لا. ايه؟ انت مش عارف تكسب. الجمهور رقم واحد هو الجمهور. لا الجمهور طبعاً دي طبعا حاجة فاهم يعني وفاهم كوره جدا، وهو الوحيد اللي قال مش عايزين المدرب دوت، ونادى رئيس مجلس اداره النادي الاهلي قال له مش عايزين المدرب ده، مش انا المدرب. حته الاهلي هو جمهور هو رقم واحد، ده شيء يعني مفروغ منه. بس هم برضو لو تلاحظ يعني ما بيقدروش ان هم يهاجموا الخطيب. ارحل يعني انا هم في مكانهم. لا يرحل مين اللي يلحق يا كابتن؟ الخطيب. لا ليه يلحق ليه؟ قول لي استفادوا ايه السنة دي؟ الخطيب قول لي. عاطي طب بص. صلاحيات للجنه الكوره تعمل اللي هي عايزاه، تمام. وفتح لها خزاين النادي، هاتوا اللي انتوا عايزينه. حلو قوي. ماله الخطيب بقى يعمل ايه تاني بقى؟ حلو قوي. ملوش دعوه. السنه دي انت لو ما كسبتش كاس العالم مش هتاخد فلوس. ما رحتش، قصدي انت مش هتروح لو انت ما رحتش لمراحل متقدمه في الدوري. لا، وكمان لو ما جبتش مركز تاني انت مش هتروح افريقيا. ده لو ما خدتش افريقيا كابتن احنا لسه في هترجع اول انت الدوري، احنا فلوس. في اول الدوري لسه اول الكلام ده. الدوري على عيني وراسي. لكن بس كابتن برضه الخطيب ملوش دعوه بالموضوع ده خالص. الكلام دوت مع لجنه الكوره والمدرب واللعيبه. لو قلنا المدرب وحش والكلام ده قلناه من اول بطوله العالم.
كاس العالم. كاس العالم للانديه، قلنا الكلام ده كله، قلنا المدرب ده مش حلو بعد ما خسر الثلاث ماتشات بتوعه. مدرب ما ينفعش، مش ده بتوب الاهلي ولا ده مدرب النادي في نفس الاهلي. الوقت انا بالنسبه لي برضو فهم صمموا عليه أقول وسابوه. لك، بس برضو لعيبه الاهلي انا مش مقتنع بيه. يعني انت بتشوف كابتن الاهلي فيه لعيبه تقيله قوي، ايوه ولاعيبه بمنتخب معظمهم سواء في لعيبة مصر يعني او بره مصر. انت ما تحسش كابتن وقائد في مع الاهلي. مين كابتن ممكن تقول لي في مين مشكله القائد؟ في اوضه اللبس يا كابتن. لا مش مشكله. كل واحد بيبص للعيب التاني اخد اكتر، أقول لك عايز حاجة. ياخد زيه. مش مهم، لو طلب الاهلي هيديله. مش انت ايه بتقول لجنه التخطيط؟ بس انا هقول لك على حاجه تانية. انت ما بتحسش ان في لعيب اهلاوي بجد؟ يا كابتن يعني ده مفيش- في لعيبه كابتن لسه قدامها سنتين وثلاثه عم يجددوا تاني معاهم، بيطلبوا دلوقتي من ان هم يعني- يعني عندك لسه امام عاشور فاضل له سنتين 3 سنين في العقد بتاعه تقريبا. طيب مروان عطيه فاضل بس سنتين و3 سنين في العقد بتاعه، من دلوقتي بيطالب عقد بزياده. لا دي حاجه في الاهلي اللي هم بيخلوه يعني يتعاقدوا معاه لغايه 5 سنين. يا كابتن هم بيجددوا. شافوا في لعيبه خدت اعلى منهم، قال لك احنا مش احسن مننا، احنا عايزين زيهم. لا يا كابتن، لا في مشكله في اوضه اللبس. برضه بعيدا اللي انا بقوله، اللي بقوله لك ما فيش تحس ان حد اهلاوي بجد اللي خايف على كابتن النادي. النهارده في احتراف، اللعيبه بتيجي أيوة ماشي. لعيبه عايزه لا انت فلوس. فاهم الاحتراف غلط. الاحتراف اللي انا في فاهم نادي غلط. اروح قسمه ده عادي، بس انتمي للنادي اللي انا ما فيه. اتكلمتش في الكلمه دي خالص، ما اقصدش كده يا كابتن. انت بتقول الاحتراف. لا احتراف، النهارده اللعيبه بتيجي من اي مكان، طيب بتيجي تبذل النادي مجهود مفيش فرقه جبار. ابن النادي وبنت النادي وكلام من ده، خلاص انتهى الكلام دوت. أيوة. لكن هو المفروض بقى زي اوروبا، انت بتاخد فلوس يبقى تديني في مقابل، زي ما بتاخد تديني مقابل أيوة، ما ده اللي اللعب. بقوله لك. انما النهارده في مصر عايزين فلوس ومفيش مقابل للنادي. سيبك بقى من حكايه بقى ابن النادي ومفيش حد، لا هو مفيش حميه في اللعب، مفيش مدرب حاكم اللعيبه، مفيش مدير كوره بيأثر على اللعيبه في اوضه اللبس. دي مشكله النادي الاهلي دلوقتي يا كابتن. طيب مدرب اجنبي ولا مصري؟ لا هو مدرب اجنبي مش هتلاقي مدرب اجنبي، ما في مدرب اجنبي دلوقتي فاضي اللي هو كويس. يعني انا حبيت مدرب كويس يليه باسم النادي الاهلي، مش هتلاقي حد فاضي دلوقتي، كله مشغول. طب لو مصري مين؟ والله النادي الاهلي فيه عظماء كتير ممكن يتولوا قياده النادي الاهلي، في لعيبه كتير ممتازه. مين مثلا؟ هم دلوقتي مثلا هم مقترحين عماد النحاس، كابتن عماد النحاس يكمل، في علي ماهر، بس مش علي ماهر برضه مع والكابتن نادي. مع علي ماهر طبعا هو مع نادي. ف برضه مرشحين كابتن حسام البدري. مش هحس ان هو هيليه مع اللعيبه دي. لا كابتن خلاص. حسام البدري قوي ادم قوي، كابتن حسام ده البدري. قديم. لكن دلوقتي في ناس الكرة تانية حديثة. في النادي الاهلي ممكن تمسك النادي الاهلي وممكن توظف اللعيبه دي في اماكنها وفي لعبها صح. تمام، نروح لماتش الزمالك ووادي دجله. كنت متوقع، انا بالنسبه لي كنت متوقع تعادل، عشان وادي دجله تقيل، عنده سكواد عنده روح، حاسس يعني عندهم بيلعبوا حلو، بيعرفوا يطلعوا بالهجمه. انت بقى كنت متوقع انهم يخسروا؟ انا مش متوقع الخساره، انا متوقع مكسب من الزمالك، لان الزمالك من بدايه الدوري كسب ماتش وتعادل ماتش وكسب ماتش وكسب ماتش الثالث الرابع، وده كان ماتش خد بالنسبه له. انا قلت هيكسب، لكن هيكسب بضاع الجماهير اللي كلها بتيجي في الملعب وتقعد تهتف رقم واحد، بتهتف للعيبه. لكن كمدرب برضه فاشل زي مدرب النادي الاهلي. فاشل؟ فاشل. طب ليه بتفشل؟ اللعيبه برضه ما بتلعبش مكانها، ليه بتفشل؟ واقف على الخط يعني انت ما قول لي بيتكلمش. بص هنحلل نتكلم كوره. قول لي كابتن انا بقى بكلمك كوره كابتن. ماشي، قول لي بقى ايه اللي ما بيلعبش في مكانه؟ كل هو اللي فاشل ليه؟ انا اسمعك، اقنعتني اقول لك انت تمام، برافو عليك، يمشي. كابتن دلوقتي قول قد كده. هات خط الوسط. الماتش الاخير كان حاطط مين فيه؟ كان حاطط سيف جعفر، عبد جعفر. الله السعيد وناصر ماهر. هو مصمم على لاعب سيف جعفر رقم 6. ايوه عشان هتلاعب ما مين؟ بيلعبش، عندك مصدق يا كابتن، اما قعدوا ليه على الخط. تمام حلو قوي. ليه مش حاطه؟ مش بيلعبوش ليه؟ يلعب ماشي، بس المفروض هو غير في دي كان يطلع الشوط الثاني. احمد حمدي بس دي موجود مش كابتن، ما أزمة. بيلعبش ليه؟ ما عشان راجع من اصابه صليبي. ما فيش حد مرجع من الاصابه كابتن، لا كابتن سليم واللعيب تمام وكل طب حاجه. لو انت كده على مدرب. كلامك يرجع من الاصابه عادي، امام عاشور ما كانش فاضل يروح اصابات، يرجع يروح اصابه، يرجع يروح اصابه، ما كانش كده. امام عاشور كان
حكيته حكايه. امام عاشور كتفه كان فيه خلع وكان فيه مشكله في امام عاشور، لكن ده كان صليبي وبقاله اكتر من سنه ونص ما بيلعبش وخاف. ده هو بعد منه الونش كانوا 2 صليبي ولعب طب ورجع بص، ولعب. انا عايز ادخل دماغك. لا هو أنت في دلوقتي- ان في احمد حمدي. انت دلوقتي هتحكم على مدرب ماتش خسر يمشي؟ مش ماتش خسر يا كابتن، لا ما فيش فنيات في اللعب، اللعيبه مش في مكانها. اولا مكايد ده يمشي، ما ينفعش في الزمالك. ماشي، ده لسه الكلام ده كله، احنا دلوقتي لسه في انت مش عايز بقى بتكلم على الزمالك ككل لا، ومدرب إحنا بنتكلم يمشي. دلوقتي في المدرب. المدرب ما ينفعش، لا في خطه ولا في فنيات ولا في تكتيك لعب ولا في اي حاجه. هو الصراحة سيء. وتغييراته غلط، واول ما بيبدا المطوشه بتشكيل غلط. مش قوي كده، بس هو تبديلاته الصراحه لا هو كده تبديلاته سيئه. كابتن. هنتكلم كوره ومش عايزين نجامل. نادي الزمالك مش كل سنه دمه يتحرق وجمهور دمه يتحرق، ما ينفعش. هقول لك حاجه، هو تبديلاته وحشه، ما بيبدلش والتشكيل بيختار وحش. كويس. ورجعنا بعد الاذان، هنرجع ايه رايك برضو في لعيبه الزمالك؟ لعيبه الزمالك كابتن لعيبه برضه مش عارفه تتوظف صح. ليه؟ طب قول لي. انا عندي اشرح خط لي. الظهر، مم. عندك عمر عمر جابر، وعندك الناحيه الثانيه انتاج او انتاج فتوح؟ او فتوح. لا انا مش ليه؟ عاجبني فتوح لسه بدري عليه. فتوح لسه لعبه بدري إزاي؟ يعني اخر الماتش تنزل 10 دقايق لحد ما ياخد على المباراه. يا كابتن ده بدي اللعيب الكوره عشان يجيب جول. ايوه ماشي، ما ينفعش فتوح. لا تعالى نشرحها. فتوح في الوسط يا جماعه ما بيجيش، بيتوه، ما بيحسش هو فين. رجله اليمين كمان ضعيفه الفتوح، رجل اليمين لفتوح يعني هي مين ما لعب غير خط وسط إلا- كابتن؟ مين لعب ثاني خط بس، وسط؟ ما ماشي انا غير معاك كل إلا ده ماشي. المهاره، هي بتساعده بس في المهاره. مين لعب غير خط كده وسط؟ فتوح لا. ايه؟ مين لعب خط وسط؟ لا اكيد الناس اللي معاه، ما مستحيل ما تقنعنيش اللي فريرا جابها من دماغه. ده فتوح وسط طبعا. ده اكيد من الطاقم اللي معاه. لا طبعا. اكيد حد اكيد الله. حازم لا قال يا له كابتن، بتاع. لا يا كابتن، لا هو المدرب. عشان كده كمدرب. في نفس الوقت لعيبه الاهلي ستوب. مش مقتنعه كمان. كابتن انت عايز تتكلم كوره بقى؟ مش عايز تتكلم كوره. اوضه اللبس فيها مشكله في النادي الاهلي. سواء انت ليه بتهاجمني؟ هو انا قلت لك لا؟ يعني أنا ايه الجمله دي بعد كده بتتكلم؟ كابتن انا بكلمك كابتن، اهو كوره بقى، انا مش بهاجمك انت.